أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضية وحوار، والذي يأتيكم عبر قناة الحوار في لندن. وفي هذه الحلقة نناقش الفكرة والمنهج التربوي لجماعة العدل والإحسان المغربية، ونطرح التساؤلات التالية: ما هي الأسس الفكرية التي تقوم عليها جماعة العدل والإحسان؟ وما هو موقفها من مسائل التصوف المختلفة؟ وما هو الأساس التربوي الذي تنتهجه الجماعة؟ وكيف انعكس في فقه السلوك الذي تتبعه مع أعضائها؟ وما هي رؤية الجماعة في الجهاد والبيعة والدولة؟ العدل والإحسان المغربية، الفكر والمنهج التربوي، قضية نناقشها مع نائب الأمين العام للدائرة السياسية لحركة العدل والإحسان المغربية السيد عمر مكاسو. أستاذ عمر، نرحب بك في هذه الحلقة من قضية وحوار. أهلا وسهلا. في تعريفكم لمنهاج العدل والإحسان تقولون: سنتحدث عن منهاجنا دون وسائط مشوهة أو مشوشة، عن منهاجنا في التربية والتعليم والتنظيم والدعوة والسياسة، وعن مبادئنا في التنظير وطرائقنا في التفكير ووسائلنا في العمل. أتمنى أن نستطيع في هذه الحلقة أن تتحدث عن كل تلك المسائل دون وسائط مشوشة أو مشوهة إن شاء الله. أستاذ عمر، الآية الكريمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، تستقي منها العدل والإحسان مسماها. فما هو الأساس الفكري الذي تبني عليه العدل والإحسان انطلاقا من تلك الآية الكريمة، مبادئها الفكرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. أشكر قناة الحوار على هذه الفرصة التي أتاحت لي للحديث دون وسائط كما تفضلت عن منهاج الجماعة الفكري والتربوي والدعوي. فجماعة العدل والإحسان هي جماعة من المسلمين تأسست على أساس أن تكون من المن الذي قصدهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فنريد أن نكون من الذين يجددون دين الأمة. تنطلق جماعة العدل والإحسان في أساسها الفكري على قراءة قرآنية إذا صح التعبير للقرآن للتاريخ المسلمين، ومسترشدة بالوحي الإلهي ومسترشدة بالتراث النبوي. فتنطلق أساسا من أن المسلمين عرفوا في وقت مبكر، تاريخ المسلمين تعرض في وقت مبكر لانكسار، نسميه في أدبياتنا بالانكسار التاريخي. ذلكم أن الأمر الأمة انقلب من نبوة ثم خلافة راشدة، ثم بعد ذلك وقع انقلاب على الخلافة الراشدة، فتحول أمر الأمة إلى ملك عاض ثم إلى ملك جبري. نستند في ذلك على حديث صحيح أورده الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضودا، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت الرسول صلى الله عليه وسلم. ننطلق من هذا التوصيف النبوي لتاريخ المسلمين لنضع أصبعنا على مكمن الداء، وهو أن هناك انكسارا وقع في وقت مبكر في تاريخ المسلمين. ثم يأتي حديث آخر يوضح طبيعة هذا الانكسار، حينما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور والصحيح: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وكلما انتقضت منها عروة تشبت الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم ثم الصلاة، وآخر نقضا الصلاة. فنحن نضع أصبع الداء على مكمن الداء، وهو انتقاض عروة الحكم في الأمة، ونرى بأنه لا يمكن أن تعود الأمة إلى سابق مجدها إلا إذا صلح الحكم فيها. وبالتالي نرى بأن الواقع الذي تعيشه أمتنا الآن بعدما انقلبت من ملك عضوض ثم ملك جبري، وهو تستشرف إن شاء الله تعالى هذا الأفق الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يحسبه البعض خرافة، ولكن نقول نحن
وهذا وعد مصدوق من الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نستشرفه. في استشرافنا لذلك نرى بأن الأمة تعيش فتنة، تعيش فتنة. قبل أن نتابع في هذه الفتنة وتوصيفها، البعض يرى بأن العدل قد يتحقق في الدولة المدنية التي لا تحكم بالإسلام، فلماذا تأخذ العدل والإحسان العدل في تقييمها لعلاقة الحاكم بالمحكوم وتربطه بالنظام الإسلامي؟ أساسا لأن هناك ترابط ما بين العدل والإحسان. نحن مسلمين، وحرصنا ليس فقط على العدل، حرصنا على العدل من أجل أن يوجد ذلك المجتمع الطاهر المستقر المطمئن الذي نعبد فيه الله تعالى. لأن الأصل الذي خلقنا من أجله هو عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل بخطابكم بالعدل تقتصرون على الحكام أم أنكم تشملون الحاكم والمحكوم؟ حينما نتحدث عن العدل يا أخي، العدل بمعناه الشامل، العدل السياسي، العدل الاقتصادي، العدل الاجتماعي، العدل في علاقتك بالله، العدل في علاقة بعض مع حتى مثلا الإحسان، فنحن لا نطرحه فقط كمفهوم كمرتبة من مراتب الدين أو المعنى التربوي أو غيره، بل نطرحه أيضا الإحسان باعتباره إحسانا إلى خلق الله تعالى، الإحسان في المعاملات والإحسان تقني. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أن نتقن كل شيء عملناه، وبالتالي ففهمنا هو فهم شمولي. أعود فأقول بأن واقع الفتنة الذي تعيشه فيه الأمة أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا الواقع لا يمكن أن نواجهه. وبالمناسبة نحن لا نقول بأن الأمة في جاهلية، نحن لا نكفر الأمة، نقول بأن في الأمة فتنة، والفتنة تعني أن هناك حقا اختلط مع باطل، وأن الأمة لا تزال بخير وفيها مروءات وفيها خير، وينبغي أن نبحث عن ذلك الخير وأن نوسع مجاله. ولكن الفتنة هي جرس إنذار يعني. بالتأكيد هذا توصيف النبوي لواقع الفتنة. حينما نقول واقع الفتنة فيه أولا أنك تلتمس الأعذار للآخرين، وفي استبشار بأن هذه الفتنة تزول، وفي ابتلاء بأن هناك ابتلاء للأمة حتى تعود إلى دينها. ونرى بأن الخروج من هذه الفتنة لا يتحقق إلا بالتجديد، ونحن نفهم التجديد في بعدين. دائما نسترشد بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يبلى يعني، فجددوا إيمانكم. وفي حديث آخر جددوا إيمانكم، فقال الصحابة وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بالإكثار من قول لا إله إلا الله. بمعنى تجديد إيمان الأفراد يتحقق بتحققهم بشعب الإيمان، لا إله إلا الله هي واحدة منها. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث الإمام مسلم والبخاري الإيمان 70، وفي رواية الإمام البخاري 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. إذن هذه شعب الإيمان ينبغي أن يتحقق بها الفرد. ولكن حديث آخر استسمح، حديث آخر في شأن الأمة، ينبغي أن تجدد الدين للأمة. تجديد الدين للأفراد لا يكفي. لكن هذه المبادئ أستاذ عمر، يعني حتى نسهب في هذا الجانب، هذه المبادئ تحدثت عنها حركات إسلامية كثيرة، هذه مبادئ عامة، وحتى تجديد أو الدعوة إلى الخلافة إذا كان هذا من مبادئ العدل والإحسان تدعو به أحزاب سياسية معروفة مثل حزب التحرير. نحن لا نعتبر أنفسنا بدعا من هؤلاء، نحن جزء من الحركة الإسلامية يا أخي الكريم. ولكن الميزة التي نرى بأن الله سبحانه وتعالى حبنا إياها هي الجمع ما بين ذلكم الجانب المتعلق بالخلاص الفردي، تجديد إيمان الأفراد الذي ينبغي أن يتحقق من خلال الاجتهاد في الطاعات، من خلال ما نسميه نحن بالتربية الإيمانية الإحسانية، ربما سنأتي للحديث عنها وبعد ذلك. ثم إلى جانب هذا وبموازاة ذلك ومع ذلك تجديد الدين للأمة بالحرص على تطهير المجتمع، تحكيم شرع الله عز وجل، إحلال شرع الله محل هذه الأحكام الأخرى، بمعنى تجديد دين الأفراد إلى جانب العدل والإحسان، غاية إحسانية إلى جانب غاية عدلية. البعض يركز على الجانب الإحساني فينزوي عن الأمة. هؤلاء الذين يطلبون الخلاص الفردي وانزووا في أماكن بعيدة واشتغلوا بأنفسهم بخويصة أنفسهم. وهذا ما يسمكم كثيرون به بأنكم من الذين يركزون على هذا الجانب الصوفي في صفاء النفس والنزوع إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم الواقعية والتركيز على آلية أو من منهج شامل يحكم الإنسان في حياته وفي علاقته مع الحاكم. هذا غير صحيح، العكس تماما. نحن نعتز ونفتخر بأننا نركز على الجانب الإيماني الإحساني. نحن نحب أن نستعمل المصطلحات النبوية والقرآنية، نقول التزكية أو الإحسان.
هكذا نريد أن نتتلمذ مباشرة على يد الرسول بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المصطلحات التي تفرق الأمة من صوفيا وغيرها نحن نحبذ أن لا نستعمل نحن، وهذا لب الدين يا أخي. الإسلام جاء أصلا لتعبيد الناس لله عز وجل، الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر لا يقف عند تحكيم شرع الله، لابد من التسليم، عدم إيجاد الحرج. هذه الأمور، ولكن هذا التوصيف يعني مهم حتى تميز الجماعة نفسها عن الحركات الإسلامية الأخرى وعن التيارات الفكرية الأخرى. الجماعة في تصريحاتها كثيرا يعني عندما تطرح المسائل الصوفية ما تأخذ هذا المنحى الشمولي ولا تحب أن توصف بتلك الصفة، على الرغم من أن فكر الجماعة فيما يتعلق بصفاء النفس، قصد وجه الله، التمسك بالفقر، يعني هي من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التصوف. هذه ليست من مبادئ التصوف، هذه من أصول الدين. هذه المصطلحات جنت على الأمة. أصل الدين، أصل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبد، كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمون برهبان بالليل فرسان بالنهار. هذا هو لب الدين، أصل الدين. صحيح أن الصوفية أخذوا هذا اللب. لا نناقش هنا بأن الصوفية ربما تكون سلبية أو إيجابية، ولكن وصف أو تسمية الأشياء بمسمياتها. مسمياتها هي المسميات القرآنية. الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليزكي، وكذلك أرسلنا فيكم رسولا منكم في الآية الكريمة ليعلمكم ويزكيكم. تزكية هي من باب يعني من أصول الرسالة هي التزكية، نحن نسميها تزكية أو إحسان. فتمسكنا بهذا اللب لا يعني أننا ننتصر لفئة أو لطائفة، إنما نعتبر ذلك أصلا من أصول هذا الدين الذي مع الأسف الشديد، ونحن نتحسر على ذلك كثيرا، كثير من فصائل الحركة الإسلامية أقصته من اهتمامها واهتمت وأصبح إسلاما حركيا، إسلاما ثقافيا، إسلاما سياسيا، في حين أن الأصل في هذا الدين هو تعبيد الناس لله وتحسين ظروف الحياة وغيره، ما هو إلا وسيلة من أجل أن نجد ذلك المجتمع الطاهر المطمئن المستقر حتى نعبد الله تعالى حق عبادته. قامت العدل والإحسان على دعوة الشيخ عبد السلام ياسين وعلى فكره، وكان الشيخ أحمد عبد السلام ياسين وما زال هو ربما محور وملهم العدل والإحسان. العدل والإحسان ومكانة الشيخ عبد السلام ياسين في فكرها، كيف تنظرون إلى مكانة الشيخ عبد السلام ياسين، ومن خلال ذلك أيضا إلى مكانة الشيخ أو القائد في الأسس أو في فكر العدل والإحسان؟ الأستاذ عبد السلام ياسين حفظه الله وأطال عمره، الله عز وجل حباه كثيرا من أفضاله، فهو الذي وضع وأثل أسس هذه الدعوة منذ البداية. الأستاذ عبد السلام ياسين في تأليفاته، في تنظيرته، في حركته، في تدافعه، أسس وأثل مشروعا متكاملا نسميه نحن مشروع المنهاج النبوي. مشروع متكامل له خيط ناظم يتضمن كل جوانب، نظرة إلى التاريخ، نظرة إلى المرأة، نظرة إلى السياسة، نظرة إلى الجانب الفردي وغيره. هذا المشروع المتكامل وضعه هذا الرجل، ووضع كتاب المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا كي يكون إطارا لتأسيس هذه فلما جاءت الحركة وامتحت من هذا التراث، وبالتالي فهي تعترف بأن هذا الرجل قائدها ومربيها، وهذا أمر كان أمرا مفروغا منه في التاريخ عند السلف الصالح. لا بد أن تجد بأن هناك مرب أعطاه الله تعالى من خيراته، وهذا أمر مشهود له. طبيعة العلاقة بين الشيخ وبين مريديه، بين الشيخ وبين أتباعه، حينما نستعمل عبارة مريدي هذا ربما يحيلنا على حقل مفاهيمي آخر وحق يعني التصوف. إذا تجنبت استخدام المريدين فالأتباع الذين يتبعون، حتى الأتباع قل أعضاء العدل والإحسان، كيف ينظر أعضاء العدل والإحسان إلى شيخهم وكيف ينظرون إلى قادتهم؟ وهل يعني يتبنون بأن السلوك التربوي للشيخ هو مقياس وأساس لسلوك الأعضاء؟ الأستاذ عبد السلام ياسين هو مربي هذه الجامعة وهو مرشدها العام، وحينما نقول مربيها فالعلاقة التي تربط جميع أعضاء الجماعة بهذا الأستاذ هي علاقة أنه مربيهم ومرشدهم. ولدينا في الجماعة ما نسميه بالنواظم الثلاث.
الجماعة ليست حزبا سياسيا أو طريقة صوفية أو حركة فكرية أو منهج فقهي، إنما هي جماعة تقوم على 3 روابط. هناك الرابط الأول أو الناظمة الأولى هي الحب في الله. الذي يربطنا بالرجل أساسا هو أنه نحبه في الله. لماذا؟ لأنه كان سببا الله تعالى أجرى على يده هذه النعم التي نعيش فيها، لأن كان سببا في تنبيهنا ووضع لنا هذا المنهج الذي نعيش به. وتربطنا به علاقة الصحبة داخل الجامعة، ولكن صحبتنا ليست صحبة بالمعنى الصوفي، صحبة عمودية، إنما صحبتنا في الجامعة. ولذلك أول خصلة في منهاجنا هي الصحبة والجماعة. حينما نقول صحبة والجماعة بمعنى صحبة ولي مرشد ومربي وسط جماعة مجاهدة، وهذا شيء نتميز به. هذا ربما أمر قد لا يستقيم عند الآخرين، يقول إما صحبة فأنت إذن صوفية، وإما جماعة إذن فأنت حركي. يعني ونحن نعم، هذا يقودنا أستاذ عمر يعني بتسلسل طبيعي إلى تعريف الفقه المنهاجي الذي تتبناه جماعة العدل والإحسان فيما يتعلق بأسلوبها التربوي. نعم، حينما نقول فقه المنهاجي لجماعة العدل والإحسان، فكما سبق أن أشرت الرجل المرشد العام أثل ووضع لهذه الجماعة يعني مشروعا متكاملا نسميه نحن بالسلوك المنهاجي أو المنهاج النبوي. وإن كان هناك كتاب يحمل هذا العنوان، فكل ما ألفه الأستاذ المرشد من كتاب الإسلام بين الدعوة والدولة وصولا إلى آخر كتاب وكتب أخرى ستأتي إن شاء الله كلها تؤسس. الرجل لما يكتب، وهذه ميزة الأستاذ عبد السلام ياسين، لا يكتب من أجل الكتابة، لا يكتب كتابة تجزئية من هنا ومن هنا، لا يكتب من أجل أن يثقف أو شيء، إنما له مشروع متكامل، مشروع منضبط، خيط ناظم ينظم هذا التراث كله. إذا في نظرة فكر العدل والإحسان مرتبط بفكر الشيخ عبد السلام ياسين، هو المؤسس. يا أخي هذه مسألة ليست عيبا، ولكن منظر ومؤسس وقائد، وهذا أمر معروف عند جميع الحركات. ولكن أليس للعدل والإحسان أيضا أو استطاعت العدل والإحسان أن تولد قادة ومفكرين ومنظرين يكونون أيضا كالشيخ عبد السلام ياسين روافد فكرية لهذه الحركة؟ بالتأكيد يا أخي، الجماعة لها قيادة، لها مجلس إرشاد، لها أمانة عامة، هناك كتب، هناك مؤلفات، هناك دكاترة. الأساس هو كتب وفكر الشيخ عبد السلام ياسين. عندنا تصور طبيعي، شيء طبيعي أن يكون لنا تصور خاص، لدينا توابت، ولكن وراء أو ما وراء هذه التوابت لدينا أمور نجددها ونراجعها ونطورها، ولكن التوابت الكبرى شيء طبيعي لأننا نظرية خاصة، لدينا منظور خاص، مشروع خاص، وهذا المشروع الفضل فيه إلى هذا الرجل هو الذي وضعه. ولكن نحن القيادات الأخرى تحاول أن تطوره في جوانبه المختلفة. لما قلت المنهاج النبوي، أعود إلى السؤال، هذا المنهاج النبوي مؤسس على فكرة أن ما بالأمة هو فتنة، وينبغي أن نجدد إيمان الأمة، إيمان الأفراد وإيمان الأمة، ولا يتحقق ذلك إلا بتحققنا أو بتمثلنا بشعب الإيمان 7 أو 70. الأستاذ المرشد اجتهد، فهذه شعب الإيمان صنفها في 10 خصال. كل عضو في الجماعة ينبغي أن يجتهد لينال حظه منها، وهي سلوك إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت سلوك الأمة لتسترجع مجدها. هذه الخصال 10، أولها 3 الأولى نسميها شروط التربية. هناك الصحبة والجماعة، ثم الذكر، ثم الصدق، ثم الأخرى هي مكملة لها. هناك العلم والعمل والسمت الحسن والبذل والتؤدة والجهاد، هذه الخصال، والاقتصاد والجهاد، هذه الخصال كلها مستقاة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من شعب الإيمان، وكلها تشكل منظومة متكاملة يتخلق بها الأفراد، ويحاولون ما أمكن أن ينشروها في الأمة كي يتجدد إيمان الأفراد، وفي نفس الوقت تستعيد الأمة دينها ومجدها، بمعنى أننا لنا نسير على خطين: خط طلب ما يسمى بالخلاص الفردي عند القوم، يعني الاجتهاد في الطاعات، الجانب التربوي، وسنعود إلى هذا الجانب بالتفصيل، وفي نفس الوقت الجانب العدلي من أجل أن تستوي حياة الناس وأن تتحقق العدالة على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على جميع مستويات الحياة. وتحقيق هذا المنهاج التربوي رهين بمجموعة، أو نتخذ لذلك مجموعة من الوسائل. طب ربما أحد هذه الوسائل تذكرونها في أدبياتكم من في باب صياغة الشخصية الإيمانية الروحية والفكرية والعقائدية، وتضعون شروط هي أيضا بيئة التربية، الصحبة والجماعة. هل البيئة المغربية وجدتها العدل والإحسان هي البيئة الأنسب لنشر دعوتها وفكرها؟
دعوة العدل والإحسان هي دعوة إسلامية، صحيح أنها متأصلة في الواقع المغربي ومتأثرة بالواقع المغربي، ووجدت، وهذا من فضل الله عز وجل، تجاوبا كبيرا من الواقع المغربي، لأن التصقت حتى اجتهاداتنا مثلا على المستوى الفقهي، على المستوى السياسي، تحاول دائما أن تبقى لصيقة بواقعنا، وإن كانت مدرسة العدل والإحسان أصبحت الآن مدرسة عالمية. ولذلك كثير من الناس يقول مثلا بأن العدل والإحسان هي جماعة قطرية تلتزم بالقطر المغربي، ولذلك انتشاركم هو في المغرب الآن. نعم، انتشار العدل والإحسان هو وجودها الرسمي هو في المملكة المغربية فقط. الوجود التنظيمي الرسمي كجماعة، ولكن الوجود كمدرسة وكخيار فموجودة الحمد لله في أقطار أوروبية وأسيوية وإفريقية وغيره، فبمعنى باعتبارها مدرسة. أما باعتبار تنظيم جماعة العدل والإحسان المعروفة فهي موجودة داخل الحدود المغربية. قلت فهذا المنهج الصحبة والجماعة، أصلا الشعب المغربي، بل الشعوب العربية والإسلامية لم تكن عندها مشكلة في الصحبة. حينما نقرأ لأوائل أسلافنا الصالحين، لسلفنا الصالح، نجد فلان أخذ الفقه عن فلان وأخذ كذا وأخذ التربية عن فلان. الأمر أخذ التربية عن الشيخ والتربي على يد شيوخ، فهذا أمر الإمام حسن البنا رحمه الله مجدد القرن الرابع عشر نحسبه، وقد استفدنا من تجربته، تجربة العدل والإحسان استفادت كثيرا من مدرسته. كان أصلا تربى داخل مدرسة صوفية، والجانب التربوي حافظ عليه من خلال المأثورات والوظيفة الكبرى والوظيفة الصغرى. هذا أصل متأصل في الحركة. الآن هناك دعاة ورواد الحركة الإسلامية يصرخون بأننا فرطنا في الجانب التربوي. وكيف تبنون العلاقة بين تنمية روح المبادرة لدى الشباب وسلوك القيادة وما يوسم به أو توسم به عادة الجماعات الإسلامية التي تركز كثيرا على شخصية الرئيس أو شخصية القائد أو شخصية المرشد من تنمية روح الانقياد؟ سوء الفهم هو الذي يؤدي إلى هذا الأمر، سوء الفهم. وإلا فتجربتنا الواقعية، فرغم حفاظنا على هذه الخصلة الأولى الصحبة والجمع وغيره، فالحمد لله المبادرات لا تتوقف، وشبابنا متقدون بالحركة وبالنشاط وغيره، وهذا أمر يوقع كثيرا من المتتبعين. أمثلة من فقه السلوك التربوي الذي تنتهجه العدل والإحسان لتنمية مثلا روح المبادرة والقيادة لدى الشباب. كيف أمثلة يعني؟ أمثلة من أدبياتكم. حينما يتربى الفرد على طلب وجه الله عز وجل، وعلى إخلاص عمله لله سبحانه وتعالى، وعلى الإخبات إلى الله سبحانه وتعالى، ويعيش مع إخوان هذا الجو في الذل مع بعضهم البعض، فكل هذا يؤسس ويؤثر للعمل الجماعي. وتجربتنا تثبت بأن ارتباطنا بالأستاذ المرشد لم يمنعنا من أن نجدد عملنا وأن نطوره وأن نوسعه، وهذا دليل على أن الاهتمام على اللب الذي هو الجانب التربوي ليس حائلا دون التجديد والمبادرة، إنما هو الذي يفعل إرادة الإنسان، لأنه يحرر إرادة الإنسان، يعطي الإيجابية في الإنسان، يبعث فيه الأمل، يبعث فيه اليقين في الله عز وجل. كل هذه المعاني التي نربي أو نتربى عليها داخل الجماعة تساعد على المبادرة وعلى الابتكار وعلى التجديد وعلى التطوير. لأطرح السؤال بصيغة أخرى، أين نجحت العدل والإحسان في مجال التربية الإيمانية للشباب الذين ينتمون إلى العدل والإحسان، أو إلى الشباب الذين لا ينتمون إلى العدل والإحسان ولكن يعيشون في المحيط أو البيئة التي تنشط فيها العدل والإحسان؟ الحمد لله نجاح باهر جدا حققته الجماعة، وهي أن هناك أفواج كثيرة جدا من الشباب ذكورا وإناثا، من الشيب، من مختلف الحيثيات الاجتماعية، من دكاترة، من أساتذة جامعيين، من حرفيين، من عاطلين، كلهم تابوا إلى الله عز وجل. مجرد هذا يعتبر إنجازا عظيما إذا وضعناه في سياق البيئة المغربية التي تعرف مكر الليل والنهار ومحاولات السلطات وبعض التيارات من أجل تفسيق المجتمع ومن أجل خرق المنظومة القيمية داخل المجتمع، من أجل بث الانحرافات، من أجل حتى أصبحنا ننعت بأننا مفسقة العرب الأولى. العمل وسط هذه البيئة، وأن يتوب الناس إلى الله عز وجل ويصبحوا ملازمين على الصلوات ومتخلقين بأخلاق الإسلام. أضف إلى ذلك، وهذا هو المهم، أنهم لا يكتفون بهذا، إنما ينبرون لنشر هذه الدعوة، لإنقاذ الأمة، لخدمة الأمة، بمعنى أنهم يجمعون ما بين الخيرين، ما بين الجانب الخلاص الفردي والخلاص
الخلاص الجماعي نعتبر هذا نجاحا باهرا. أضف إلى ذلك أن مثلا هؤلاء الشباب الذين يتربون على الرفق، هذه قيمة مهمة جدا في المغرب. الأستاذ المرشد حفظه الله دائما يربينا على الرفق وعلى الرحمة. الإنسان لا يدعو إلى العنف، حتى مثلا المصطلحات التي نستعملها في أدبيات حينما نقول فتنة فهي لا تحيلك إلى العنف. أما حينما أقول بأن المجتمع جاهلي فينبغي أن تحمل السلاح على هذا المجتمع. حينما نقول فتنة بمعنى ينبغي أن ترفق بهؤلاء وأن ترحمهم. حينما يتربى هؤلاء على الرفق فهذا يعني أننا نربي أجيالا مسالمة وتطمح إلى تغيير سلمي مدني دون إراقة الدماء، وهذا يؤدي إلى الاستقرار في الأمة. ولذلك كثير من المتتبعين يقول العدل والإحسان هي أكبر صمام أمان داخل المغرب، بأنها تؤدي إلى نوع من التوازن، وهذا بالنسبة لنا نعتبره إيجابيا، لأننا لا نريد أن تسفك الدماء، لا نريد أن يتحاقد الناس، نريد أن يتصالح الناس مع ربهم وأن يؤوبوا إلى ربهم وأن يتخلصوا من كل هذه المشوشات التي سنتحدث بالتفصيل بالجزء الثاني عن علاقة الجماعة بالسلطة ومفهوم العدل والإحسان للبيعة والجهاد والدولة بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده لمتابعة برنامجنا، فابقوا معنا. بكم أعزائي المشاهدين مجددا في هذه الحلقة من قضية وحوار، والتي نناقش فيها الفكرة والمنهاج التربوي لجماعة العدل والإحسان. يسرني أن أرحب مرة أخرى بالدكتور عمر أمكاسو، نائب الأمين العام للدائرة السياسية للعدل والإحسان. دكتور عمر، في مفهوم الاجتهاد لدى العدل والإحسان تقولون الاجتهاد هو اجتهاد الشرع واجتهاد المنهاج، واجتهاد المنهاج البحث في المسلك الإيماني في ظرف متغير مع أجيال لها خصائصها في عالم متطور. كيف ينعكس هذا على واقع العدل والإحسان في تعاملها مع الأجيال في المغرب، وقد عاشت تغيرات سياسية كبيرة أثرت حتى على مفهوم الشباب المغربي للدولة وللمعاصرة ولكل ذلك؟ مفهومنا للاجتهاد كما تفضلت هو محاولة أن نجد جسرا ما بين وحي الله عز وجل المنزل وما بين الإرث النبوي والتجربة تجربة الصحابة رضوان الله عليهم وما بين الواقع. وهناك فعلا استقرار وثوابت، هناك ثوابت في الوحي، ولكن الواقع كما تفضلت هو واقع متغير متجدد، ونحاول أن نجدد آليات عملنا، وسائل عملنا نجددها. بينما ثوابتنا خاصة في الجانب التربوي، في الجانب الفكري، في الجانب السياسي في إطاره العام، المبادئ الكبرى لتصورنا السياسي باعتبارنا ننهج خطا سياسيا محددا يقوم على العصيان وشيء من ذلك، هذه نعتبرها ثوابت ولا ينالها أي تغيير، ولكن نجتهد في تنزيلها بتجديد الوسائل، وهذا التجديد نحاول فيه أن نواكب هذه الأجيال ومتطلباتها وإمكانياتها وما يطرأ عليها من تغييرات، من مستجدات، من ضغوط، من كيد الليل والنهار، من إعلام، من تعليم. والحمد لله نحسب بأننا وفقنا في ذلك إلى حد كبير، وإلا تجد الآن في جماعة الإحسان جميع الأجيال، ليس لدينا فقط الجيل القديم الذي عاصر بداية تأسيس الجماعة وعاصر صاحب الأستاذ المرشد في البداية وغيره من ذلك، بل تجد من أعلى الأعمار، من أكبر الأعمار إلى أطفال، كلهم يعيشون وسط هذه البحبوحة، وسط هذا المنهاج الذي نجدده. ولكن صف القيادات لماذا يخلو من الجيل الشاب؟ لا، موجودة يا أخي، صف القيادات موجودة جدا. أنت من القيادات، يعني من جيل. أنا من مواليد 63 بالمناسبة يعني. ولدينا يعني أقل من ذلك، مثلا في مجلس الإرشاد لدينا إخوة أقل مني بسنتين أو 3 سنوات من مواليد الستينات. وفي الأمانة العامة التي هي قيادة الجناح السياسي إذا صح هذا التعبير، هناك شباب أبناء السبعينات والثمانينات، بمعنى أن الجماعة الحمد لله تضخ جسدها بدماء جديدة باستمرار. وهذه البدعة بدعة تغيير كل شيء، نحسب بأنها دخيلة علينا يعني.
لا يعني أن نغير من أجل التغيير، الأمور تسير بشكل طبيعي بشكل سلس. ربما في موقف الجماعة من السلطة والتغييرات التي طرأت في المملكة المغربية مع تولي الملك محمد السادس، ولكن قبل ذلك مفهوم العدل والإحسان للمبايعة هل يقتصر على مبايعة الجماعة لمرشدها أو لشيخها لزعيمها، أم أن ذلك ينسحب أو ينساق على مبايعة الحاكم للمحكوم في النظام الإسلامي السياسي؟ البيعة والمبايعة هي مفهوم إسلامي أصيل، وينبغي أن يحتفظ هذا المفهوم بتألقه وبتفرده وبتميزه حينما وأن لا نزج به في معاني السياسة وفي معاني الواقع. بالمناسبة نحن في علاقتنا مع الأستاذ المرشد مثلا، وعلى عكس ما هو الأمر مثلا عند حركة الإخوان المسلمين الذين نكل لهم كل احترام واستفدنا منهم ونحبهم في الله عز وجل كغير من الحركات، ولكن هم يقومون على بيعة المرشد العام، بيعة محسوسة، يعني البيعة عندنا نحن نقول بأن البيعة في المنهاج النبوي نقول بأن هذا المفهوم ينبغي أن نترك له تألقه ليمارس في مكانه المناسب الملائم، وهو مبايعة المسلمين لحاكمهم عن اختيار. المبايعة التي تنبني على الاختيار على الشورى، هذه هي البيعة التي التي نقول بأن ينبغي أن تكون. أما العلاقة ما بين الأعضاء وما بين قيادتهم فينبغي أن تكون علاقة تحكمها نواظم ثلاث، كما عندنا الناظمة الأولى الحب في الله، الناظمة الثانية الشورى والنصيحة، والناظمة الثالثة الطاعة لأولي الأمر منا. حينما نقول منا بمعنى أن هناك اختيار، هناك تراضي، هناك محبة بيننا وبينهم. ولدينا رؤية خاصة لهذه البيعة التي تقدم للحكام أو للسلاطين. كما هو ما هي أسس هذه الرؤية؟ هو أن البيعة كما هي مارسها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومارست التجربة الفريدة التي هي تجربة الخلافة على الخلافة الراشدة، هي عملية مزدوجة، هي مبايعة وليست بيعة طرف لطرف، ليست بيعة انقياد. بيعة الانقياد هي التي جنت على الأمة حينما يخضع الناس للحاكم دون مساءلة، دون أن يختاروه، ودون أن ينال منهم الرضا، ودون أن يطبقهم فيهم شرع الله عز وجل. فهذه كما يسميها المؤرخ المشهور ابن خلدون رحمه الله بيعة انقياد، هذه جنت عن الأمة. نحن ندعو إلى مبايعة حقيقية، مبايعة تتم بين الطرفين، عقد ما بين الحاكم على أساس أن يلتزم بتطبيق شرع الله عز وجل، وما بين المحكومين ليطيعوه في طاعة الله عز وجل. لكن هذه البيعة بعضها إذا أخذت مثال الإخوان المسلمين تتم ربما في ظروف شورى، في ظروف اختيار من عدد من الأعضاء في مجلس الإرشاد. وإذا أردت هذه البيعة في النظام الانتخابي الذي تعمل به كثير من الدول العربية، وإن شابه الكثير من ربما السلبيات، يقوم على مبدأ الاختيار والانتخاب الشعبي المباشر. صحيح. نحن بالمناسبة اجتهاد الإخوان المسلمين على رأس الوعي، وهذا اجتهادهم واختيارهم. نحن نقول بأن هذه البيعة الشرعية كما وردت في أصول الدين لا ينبغي نحتفظ لها بقداستها، ولا تكون ما بين قائد جماعة وأعضائها، إنما ينبغي أن تكون ما بين قائد الأمة والأمة. ونرى بأن هذه البيعة ينبغي أن تعطى لها شروطها الحقيقية. ولذلك لما نودينا في إطار محاولة الدولة للتفاوض مع الجماعة، نودينا إلى تقديم البيعة بالشكل الفولكلوري الذي تقدم به المغرب، والأستاذ المرشد في برنامج المراجعات تحدث عن هذا بشكل كبير جدا بالشكل الفولكلوري. رفضنا. لماذا؟ لأن هذه البيعة من طرف واحد، والبيعة التي لا تكون على أساس أخذ وعطاء وأخذ عقد اجتماعي كما يسميه أصحاب الديمقراطية جون جاك روسو وغيرهم، إذا لم يكن هناك تلازم وتطاوع واتفاق وعقد، فهذه بيعة انقياد جنت على الأمة ولا تزال تجني على الأمة. البيعة القائمة على وراثة الحكم أو على البيعة للمتسلط أو للمتغلب، كما نجد في التاريخ الإسلامي مع الأسف جواز البيعة للمتغلب، شخص تغلب على الآخرين فيصبح مبايعا. هذه أمور كلها. ولكن في أدبياتكم وفي فكركم تركزون على ضرورة وجود سلطان الدولة لإكمال المشروع الإسلامي. شيء طبيعي. المغرب كمثال ومن حيث المبدأ هي تعتبر رأس الدولة خليفة أمير المؤمنين.
في المملكة المغربية في الدستور المغربي أن الدين الإسلامي هو المصدر الأساسي. لا، هو الدين الرسمي للدولة. هو الدين الرسمي للدولة، وهو مصادر في القانون، في كثير من القوانين المغربية المدنية الدين الإسلامي هو المصدر الأساسي. هذا غير موجود عندنا مع الأسف. كيف؟ عندنا بأن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للبلاد، أما أن يعتبر مصدرا للتشريع أو شيء من ذلك غير موجود عندنا فيه. لكن التشريعات المدنية المغربية في كثير منها تتطابق مع التشريع الإسلامي. كلها تشريعات مستوردة، باستثناء جانب ضيق للأحوال الشخصية، الإرث والزواج والطلاق، الذي الآن حصلت فيه اجتهادات وتحولات، وعلى كل حال هذا موضوع آخر. فكل الأمور الأخرى تطبق على الأحكام المستوردة من الغرب أو شيء من ذلك. ولذلك عندنا ثغرة غير موجودة في البلدان الأخرى، مثلا في مصر أو غيره يقولون بأن الإسلام مصدر تشريع. نحن عندنا بأن العبارة الوحيدة الواردة في الدستور هو أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، والإسلام باعتباره ربما هكذا يفهمون، باعتباره ثقافة أما الإسلام كتشريع وكنظام حياة فهذا غير موجود في الواقع. إذن كيف تنظرون للواقع السياسي؟ ولنتحدث الآن على الخلافة أم الملك. عمر بن الخطاب عندما كان يسأل خليفة أم ملك فكان يسأل نفسه كثيرا هذا السؤال. نعم. أنتم عندما تتساءلون ما هو الشكل الذي تنظرون له لملك الدولة الإسلامية، الخلافة أم الملك؟ شيء طبيعي يا أخي، كما قلت في البداية، نحن نريد أن نتتلمذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن آخر هذه الأمة ينبغي أن يعود إلى أولها، وهو أن تعود الخلافة على منهج النبوة. المصطلحات لا ينبغي أحيانا تجني المصطلحات على الناس. الروح هو المهم. حينما يكون هناك حكم راشد يقوم على الشورى، يقوم على التوزيع العادل للثروات، يقوم على التراضي، يقوم على منح الناس حرياتهم، يقوم على عدم الاستئثار بثروات الأمة، كل هذه المعاني أينما توفرت فنحن نعتبر أنفسنا جنودا وراء هؤلاء، بغض النظر عن المصطلحات أو غيره. صحيح أن الأفق الذي نتمناه والذي نستشرفه تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم ويقينا في موعود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أفق الخلافة الثانية على منهاج النبوة كما تفضل. لسنا بدعا من الحركات، هذا شعار ترفع كثير، هذا أفق، ولكن في الطريق إلى ذلك الأفق أي حكم توفرت فيه هذه الشروط، أن يكون حكما قائما على الشورى، على الحرية، على العدل، على المبايعة الحقيقية، على عدم الاستئثار بثروات الأمة، على منح الناس حقوقهم، على عدم يعني تقريب هذا أو ذاك المحسوبية، فنحن نعتبره حكما في الطريق إلى الحكم الراشد الذي نتمنى. وهل ينسحب ذلك على الحكم في المغرب؟ الجواب واضح يا أخي الكريم، هذا لو كان الأمر ينسحب على الواقع لما كان هناك أي داع لكل هذا الكلام. لا أقصد إلى تلك الحالة المثالية التي تطلبونها، ولكن إلى حالة التدرج. نحن ندعو إلى هذا التدرج. المغرب الآن يختلف عن المغرب في السبعينات وفي الثمانينات. هناك ما سمي بسنوات الرصاص، يعني الآن لم تعد موجودة. هناك مجال مفتوح للحريات، مجال أيضا مفتوح لكل مؤسسات العمل الإنساني لكي تعمل وتدقق، ولكم المجال أيضا أنتم حتى تعبروا عن آرائكم وتوضحوا مفهوم الجماعة بجو ربما أقل ما يقال فيه بأنه جو من الحرية الكلمة. لا، ربما يا أخي الكريم، خاصة الإخوة في المشرق الذين يعرفون المغرب من خلال وسائل الإعلام الرسمية ومن خلال بعض الزيارات التي يعني لا تتجاوز المدن الرئيسية وواجهات المدن، ومن خلال بعض الاستضافات الرسمية وفيها من كرم وغيره، ينظرون إلى المغرب هذه النظرة. بالمناسبة البرنامج الذي أظن يعني الذي أحمد منصور يسمى بلا حدود، الذي استضاف فيه أحد ضحايا سجن تزمامرت. نعم. هذا البرنامج لما شاهده كثير من الناس، خاصة الإخوة في المشرق، كثيرا لما نلتقي مع الإخوة في المشارق يواخذون يقولوا أنتم في جنة، إذا قارنا وضع المغرب ببقية البلدان أنتم تعيشون في جنة وفي بحبحة من الحرية. ولكن لما استمعوا لذلك البرنامج ورأوا تلك المآسي التي لا يمكن أن يصدقها إنسان، والتي وقعت في حق بعض الناس بغض النظر عن خطئهم أو عدم خطئهم، أدركوا الفرق بين الماضي والحاضر. ربما الواقع الآن يا أخي، الواقع لا زال قائما، لا زالت الحريات محسوبة على الناس. يعني تقيد الحريات، حرية الصحافة،
حرية الصحف، حرية الانتقاد، حرية التعبير. نحن نتحرك في واقع في ظل تضييق. أدنى علاقة لأي جماعة أو لأي تنظيم بالعدل والإحسان يؤدي إلى التضييق عليها. نحن نراقب في كل تحركاتنا ونتحرك ما بين فرط ودم، بمعنى بالتدافع وليس ننعم بالواقع. ولذلك لما نقول نحن لسنا عدميين، الإشارات الإيجابية والتحولات الإيجابية نحن نقول بأن هناك تحولات، وهذا أمر طبيعي وينبغي أن تكون هذه التحولات، وهي التي دفعت حركات إسلامية في المغرب للمشاركة السياسية. هذا اجتهادهم، ولكن اجتهادهم مبنيا على تغييرات في الواقع السياسي المغربي. هذا اجتهاد، هذه نظرتهم، وهم يرون بأنهم من خلال دخولهم إلى المؤسسات يمكن أن يغيروا من الداخل، ولكن كثير من هؤلاء تغير ولم تتغير المؤسسات. ولكن أنت قلت بأنكم جوهر النظام في المغرب عدميين، لكن ترككم لكل هذا النظام ألا ينسحب يعني على القول الفقهي الذي يقول ما لا يدرك جله فلا يترك كله؟ أنتم تركتم كل الدولة. لا، لم نترك الدولة. ليست العمل السياسي ليس هو العمل المؤسساتي داخل المؤسسات. آخر نظريات السياسية تقول بأن العمل السياسي هو فن قيادة الجماهير، هو العمل الأهلي، هو العمل داخل المجتمع المدني كما يقول الغرب. ونحن نشتغل داخل المجتمع ونشكل حركة ضغط كبيرة على السلطات. بل إن الدينامية السياسية التي عرفها المغرب والدينامية الحقوقية التي عرفها المغرب، إذا صح أن نتحدث عنها، جماعة العدل والإحسان ساهمت فيها. رفع السقف السياسي في المغرب، كان في وقت مضى زمن لا يمكن لأي كان أن ينتقد الحاكم في المغرب، لا يمكن أن تصوروا أن في السبعينات بعد انقلابين وفي وقت استأسد فيه النظام وتقوى وتغلب على الانقلابين، يأتي الشيخ عبد السلام ياسين ويرسل رسالته الشهيرة إلى ملك المغرب وهو في عنفوان قوته وانتصاره ويخاطبه بأنك لقد تجبرت وكذا وكذا. نعم، في رسالته الشهيرة. نعم، في رسالة وأيضا إلى الملك الآخر، بمعنى أن نحن نقول بأن جماعة العدل والإحسان وإن لم تكن منخرطة في العمل السياسي الرسمي داخل المؤسسات التي نحسبها مغشوشة، والواقع يثبت ذلك، ومقاطعة الشعب لهذه الانتخابات يثبت ذلك بنسب كبيرة جدا، أكثر من النسب التي تتفضل بها وزارة الداخلية. نقول بأن وجودنا داخل المجتمع هو عمل سياسي، هو عمل توسيعنا لدائرة التائبين إلى الله عز وجل، ومحاربتنا للإحباط ولفقدان الأمل ولهؤلاء أو فقدان الأمل الذي يؤدي إلى أن يلقي الإنسان بنفسه في عرض البحر طلبا لجنة الخلد في الضفة الأخرى. ألا تضعون ونحن نشتغل يا أخي، نحن نشتغل، تعملون عليها وفق إطار زمني محدد؟ نحن نشتغل ولسنا مستعجلين. الآخرون سبب هذا الإصرار مثلا من طرف بعض الإخوة الصحفيين مع احتراماتي لهم هو أنهم يتصورون حزبا سياسيا يسعى إلى الحكم. نحن نريد أن نكون حركة مجتمعية سلمية. نقول بأن أساس والسلطان هو أساس بناء المجتمع المشروع الإسلامي. أساس المشاكل التي نتخبط فيها وتتخبط فيها الأمة هو الاستبداد. نحن نقول ذلك ما نقوله بشكل واضح ومسؤول وقوي، ونحن نريد أن يتغير هذا الاستبداد، ولكن لا نرى بأن الدخول على هؤلاء إلى بيوت الاستبداد وإلى مؤسسات الاستبداد المغشوشة يمكن أن يغير، بل سنتغير ويبقى الوضع على ما هو عليه. والدليل هو ما وقع الآن. كثير من الحركات رغم احترامنا لاجتهاداتهم سواء منها الإسلامية أو السياسية الحزبية، منهم من حمل السلاح سابقا على النظام، منهم من كذا، ولكن الآن دخلوا انخرطوا وتغيروا ولم يتغير النظام. لكنهم البعض منهم كان يسير باتجاهين، اتجاه التربية الإيمانية التي تحدثت عنها واتجاه المشاركة السياسية الفاعلة ومحاولة التغيير والاستفادة من النظام السياسي الموجود. يعني إذا استطاعت العدل والإحسان مثلا أن تحصل على عدد كبير من مقاعد البرلمان وفي وجودها في البرلمان تغير القوانين والتشريعات التي تنسجم مع رؤيتها. يا أخي الكريم، أعطيك مثالا واضحا. إخوتنا في العدالة والتنمية الذين الآن صار لهم مدة طويلة وهم في البرلمان، هم يعترفون بأنهم لم يغيروا أي شيء. ماذا غيروا؟ كيف يمكن أن تغير في البرلمان؟ السياسة الحكومية لا يضعها البرلمان ولا يراقب الله. الحكومة لا تحكم في المغرب، وهذا أمر الموضوع. البرنامج الذي تسير على الحكومة هو خطاب العرش. مهما يعني تعالت الأصوات في الانتخابات برنامج نفعل كذا نفعل كذا، يأتي خطاب العرش فيضع بل كثيرا من المبادرات وكثير من المشاريع تقوم بها مؤسسات مرتبطة بالقصر مباشرة وليس لها علاقة بالقطاع الحكومي المسؤول عن ذلك. قد يكون الوزير آخر من يعلم،
قد يكون الوزير آخر وزير قطاع حكومي مثلا، وهناك مبادرة اتخذها مؤسسة مرتبطة مباشرة بالقصر. حينما نقول القصر بمعنى مؤسسة بمعناها الشامل وليس الشخص فقط، لأننا ليس عندنا مشكلة مع الأشخاص إنما مع النظام برمته. فبمعنى أن الحكومة عندنا لا تحكم، البرلمان عندنا لا يشرع. ماذا يشرع البرلمان؟ الأمور كلها هي عبارة عن فولكلور. الحسن الثاني رحمه الله، والأستاذ عبد السلام يقول يعقب: أقولها من قلبي، لأن الإنسان إذا مضى إلى ربه فقد مضى إلى ربه. الحسن الثاني شبه الفولكلور المغربي ذات مرة بسيرك، وهو أدرى به، سيرك يعني. فالواقع أن هذه المؤسسات هي مؤسسات مفروغة، يعني تم إفراغها من صلاحيتها. قلت في أحد التصريحات بأن المؤسسات الدولة مؤسسات مغشوشة، والإصلاح من الداخل ربما لا معنى له ولا معنى لأي مشاركة سياسية رسمية. هذا الكلام الآن، ولكن هل لتغيير ربما هذا الموقف بعض الشروط لدى العدل والإحسان من طرف الدولة المغربية؟ نحن يا أخي لسنا عدميين، دائما نكرر هذه العبارة حينما نقول بأننا لا يمكن أن ندخل إلى مؤسسات مغشوشة ونحسب بأن هذا ضحك على الناس واستغفال للناس. استغفال للناس. الشعب الآن يعي هذه الحقيقة جيدا، يعي بأن هذه المؤسسات هي مؤسسات فولكلورية واجهة للديمقراطية، من أجل أن نحظى برضا المؤسسات الدولية والغرب وغيره والمستثمرين. أما الواقع فعندنا الأصل هو الاستبداد والتفرد بالحكم والتفرد بالثروة، وتغييرنا لهذا الموقف رهين بتغيير الظروف الموضوعية، والظروف الموضوعية لن تتغير وحدها ونحن نشتغل. طب إذا انقطعت العلاقة، لسنا منقطعين عن الواقع ننتظر أن يتغير الواقع من تلقاء نفسه أو بعصا سحرية. نحن نوجد في معاني الواقع، نتدافع مع الأغيار، نقدم اقتراحات، ندعو الناس إلى أن نتعاون معهم، نتحرك، نتواصل، حتى مع من يختلفون معكم، وحتى مع من تعتبرونهم خصوما لكم. أليست هناك قنوات لإرسال رسائل؟ بالتأكيد. نحن نقول يا أخي الكريم، نحن نقول الأستاذ عبد الواحد متوكل الأمين العام للدائرة السياسية أطلق مبادرة في إحدى دورات المجلس القطري للدائرة السياسية الذي نصطلح عليه بمقدس. أطلق دعوة سمى دعوة إلى الإخاء، إلى حلف الإخاء. نحن أيدينا مفتوحة، صدورنا مفتوحة. لما نقول بأن ندعو الناس إلى ميثاق، نقول بأن هذا الميثاق لا ينبغي أن يقصى منه أي طرف مهما كان ماضيه. ونحن نقول بالمناسبة قراءة للواقع المغربي بأن هذا الواقع لا يمكن أن يتغير من طرف مكون واحد مهما كانت قوته وفاعليته وجماهيريته، وليكن هو العدل والإحسان. نحن نقول بأننا نغير، نقول نغير مع الآخرين وبالشعب، مع تعبئة الشعب. نحن لا نوزع الوعود على الآخرين فنقول نفعل لكم نفعل كما يفعل السياسيون. نحن نقول بأن الأمر يحتاج إلى تشمير، يحتاج إلى أن نتعاون، يحتاج إلى تداعي الجميع إلى ميثاق مؤسس لعمل جديد. وهذا الميثاق لا ينبغي أن يقصى منه أحد، وهذا الميثاق ينبغي أن يعرض على الشعب ويصادق عليه الشعب ليكون الأمر بوضوح وبقوة وبمسؤولية. هذا هو اقتراحنا الذي نقول بأن مدخلنا إلى الإصلاح في المغرب هو مدخل عمل جماعي ميثاقي، وليس هذا الفرد أو ذاك، أو ليس عمل انقلابي، أو ليس هذا الخيار أو ذاك. التربية، نعود إلى التربية عند العدل والإحسان كما تقولون، سماع وتشبه وتمثل وتشرب. إلى أي حد العدل والإحسان الآن تشربت في المجتمع المغربي، أو مبادئ العدل والإحسان تشربت في المجتمع المغربي؟ الحمد لله. وقد ربما كانت الإشارة في البداية لهذا الأمر. العدل والإحسان صار لها اعتبار متميز داخل المجتمع المغربي. العدل والإحسان صار لها توسع، ليس فقط من حيث امتداد أعضائها الحمد لله الذي يوجد في جميع المناطق في المغرب، ولكن أيضا أسلوبها في الدعوة وأسلوبها في الحياة صار له قبول كبير وتجاوب، وإلا لما أعلنت الدولة كل هذه الحملة الشعواء ضد هذه الجماعة. الناس الآن من مفكرين وبعض السياسيين وبعض المثقفين كلهم يزكي أو يشيد بهذه التجربة السلمية القائمة على الأساس التربوي واللب التربوي ومع التدافع. بل هناك مفكرين خارج المغرب قالوا الآن بأن الخيار بعدما جربت الحركة الإسلامية خيار المشاركة وصلت إلى الأفق
التدفق المسدود في عدد من الدول، مثل الإخوان قاطعوا في الأردن والإخوان في مصر، هناك أخذ ورد وغيره، قالوا بأن وهناك من اختار خط المنابذة ورفع السلاح على النظام، وهذا خيار لا نقول به، لأن لا ندعو إلى العنف ونعتبر صبيانية داخل مجتمع المسلمين، ولكن نقول بخيار ثالث، وهو ما يسميه المفكر ياسر زعترة بالمناسبة وفلسطيني بخيار المغالبة الأهلية، أن نوجد داخل المجتمع وأن نتدافع وأن نتقوى بالمجتمع دون أن نحتوى من طرف الآخرين، فنميع أنفسنا ونتخلى عن مبادئنا، ودون أن ننزوي عن الشعب ونرفع السلاح على الناس ونعنف على الناس، إنما نوجد مع الشعب برفق وبرحمة، نقول كلمتنا بقوة. هذا هو الميزة. يعني ربما هذا يتفق حتى مع ما تطرحه الأخوان المسلمين حاليا في مصر من التمكين، من شعار التمكين أولا، وجود داخل المجتمع. العدل والإحسان في مبادئها ركزت كثيرا على ضرورة الاستفادة من التجربة وتصحيح الأخطاء والمسار. هل ينسحب هذا على مواقف العدل والإحسان من السلطة والمشاركة السياسية؟ هل العدل والإحسان تنقض تجربتها كل مرة وتراجع دروس المرحلة التي عاشت فيها العدل والإحسان؟ بالتأكيد يا أخي الكريم، وإلا لما استطعنا أن نستمر في الوجود، ولما استطعنا أن نضمن هذا التدفق المستمر، ولما استطعنا أن نضمن هذه القوة التي حبانا الله عز وجل، بمعنى أننا نجدد وسائلنا ونطورها ونعيد النظر في وسائل، بل يمكن أن أجزم بأن العدل والإحسان لا تستقر على شكل تنظيمي لمدة تزيد عن 4 سنوات، بمعنى أن هناك تجديد مستمر، هناك تجديد للرؤى والمواقف، ولكن العيب في عدم مراجعتنا لموقفنا السياسي ليس فينا، إنما في الآخرين الذين لم يتغيروا والذين تمسكوا بمواقفهم. فإذا أردت أن تنخرط في اللعبة فلا بد من أن تخضع للشروط، وأدنى ما يمكن أن نقولها عن هذه الشروط أن تتخلى عن مبادئك وتخرج عن جلدك. إذا أردت أن تنخرط في اللعبة لا بد، وانخراط في اللعبة ولكن أليس لديكم أخطاء؟ ألا تنظرون إلى يعني التجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات؟ أنت تتحدث فقط عن الإيجابيات. نحن بشر يا أخي، نحن بشر. أليس هناك سلبيات من تجربتكم؟ نحن نراجع تجاربنا، نراجع في أساليب الدعوة، في أساليب التنظيم، في يعني في الرؤانة، فنحن نراجع هذا باستمرار وليس فقط. الآن أصبح هذا المصطلح المراجعة موضة، يعني موضة يا أخي الكريم، الكل يراجع بشكل مستمر، بل المسلم دائما حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. هذا خلق فردي وخلق جماعي، ولو لم يكن عندنا هذا التطوير وهذا التحديد وهذه المواكبة لما استطعنا أن نستمر. سنة الله تعالى هو أن من لم يتجدد يحكم عليه بالفناء وبالتقلص. نحن الحمد لله في زيادة مستمرة، ولم يحدث قط أن تراجعنا، نحن في زيادة مستمرة في رؤانا، وهناك إعادة نظر في أمور كثيرة، وخاصة في الجوانب التنظيمية وربما في بعض المواقف، وهذا أمر طبيعي لأننا نتحرك داخل الواقع متحرك، فينبغي أن نواكب ذلك بتطوير أساليبنا في العمل. الدكتور عمر مكاسو، النائب رئيس الدائرة السياسية لحركة العدل والإحسان، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. كما أشكركم أعزائي المشاهدين، موعدنا بكم يتجدد في الأسبوع المقبل. أترككم في أمان الله وإلى اللقاء. أهلا وسهلا.